خويا خاطب مهندسة وهو في البوليس. تخاصموا البارح هو وياها وقال ليها انا باغي نسترك حيت هي مطلقه. خويا عنده 34 سنه وهي عندها 25 سنه ويلاه عامين هادي باش خدمات. صورت ليه الكونط بانكير ديالها وقالت ليه انا اللي غنسترك. واش هذا تصرف؟ وواش هذا المبلغ تقدر تجمعوا وحده في عامين د الخدمه؟ وشحال هذا المبلغ؟ حيت انا ما فهمتش وسولت خويا وباقي ما جاوبني. غنجاوبوك تصاعديا من اخر سؤال لاول سؤال. شحال قيمه المبلغ اللي انت ما عرفتيش تقرايه واللي هذا كيبين باللي المستوى الدراسي ديالك شويه على قد الحال؟ المبلغ هو 18 مليون سنتيم و2251 درهم و78 فرنك. غنجاوبوا على السؤال الثاني اللي فيه واحد النوعيه من الخبث والضرب في الاعراض الناس، واللي هو واش تقدر وحده يلا عامين خدمات تجمع هذا المبلغ؟ في المغرب متوسط الدخل ديال المهندسين او اقل ساليري كيبداو لهم به الخلاص هو 10000 درهم مليون سنتيم. بما انه المبلغ قلنا هو 18 مليون حصيله سنتين د العمل، الى عملنا انه هاد السيده كتخلص 10000 درهم في الشهر، 12 شهر يعني 12 المليون، في عامين يعني 24 مليون. غنطرحوا 18 المليون من 24 مليون غادي تبقى لنا 6 الملايين، وإلا حسبناها بديك الفواصل غتبقى لنا واحد 5 المليون و7000 درهم وشي بقشيش معاها. اذا هاد السيده عاشت في عامين ب5 المليون وشي صريف وشيطت من توتال ديال الخدمه ديالها 18 المليون. اذا هل ممكن او غير ممكن؟ ممكن طبعا، بلا ما نهضروا انه السيده ممكن تكون الوالدين ديالها كيصرفوا عليها كيعاونوها، ممكن تكون هي قبل ديك العامين كانت خدامه، ممكن وممكن بزاف ديال الممكنات. وسؤالك فيه واحد النوع ديال الخبث اللي الهدف منه هو الضرب في الاعراض، ولكن حنا غنظنوا فيك حسن الظن وجاوبناك. هل ممكن؟ نعم ممكن. السؤال الاخير واللي هو كان اول سؤال، واش هذا تصرف؟ الجواب هو نعم، تصرف جيد جدا، لان اللي كيدق الباب ضروري خصو يسمع الجواب. هو في البدايه حب ينقص منا ملي قال لها انتينا مطلقه وانا غنسترك، وهي جاوباتو باللي هي الحمد لله مستوره في دار والديها بخدمتها وبرزقها حد ما كيستر حد. الستار هو الله، والزواج هو علاقه مبنيه على الحب والتفاهم والموده والاحترام، ماشي على المعايره. وبالنسبه للمطلقه فالنبي وتزوج بمطلقه والدنيا هانيه والسما صافيه وما يكونش خاك احسن من النبي مثلا. وملي هو عنده حساسيه من المطلقات ما كانش يتقدم لها من البدايه ومشي في بحث على بنت بنوت من حقه، ولكن بما انه هو قرر ومشى وخطبها وداكم معاه وديتو المشوموم د الورد ومشيتو طالبين راغبين، اذا صافي ما بقالو فين يزيد يفتح دقمو. اذا تصرفها طبيعي لان لكل فعل ردة فعل. دابا غنجيو ليك نتينا امولات المنشور يلي كتسولي. اول حاجه اش دخل حمارتك الاسبوع الفرس؟ خوك وخطيبته انت علاش دخله كتسولي؟ شنو الفائده؟ يعني شنو باغيه توصلي؟ شنو علاش باغيه توصلي؟ ملي كيكونوا جوج الناس داخلين في علاقه ارتباط، اي واحد بيناتهم داخل كيف ما كيقولوا الداخل مفقود، انتينا غينوبك في النهايه غير الملامه وقله الاحترام وغادي تبقي انتينا اللي ماشي مزيانه. خليهم ما بيناتهم، سواء قرروا انهم ينفصلوا او يحلوا المشكل، في النهايه انت غتبقاي بعيده ومزيانه. لكن بما انه انتينا عندك السكرين ديال المبلغ زائد الديتاي ديال التفاصيل ديال المشكله، يعني خوك جا عاود لك القصه من البدايه للنهايه، وهذه حريرتها حريره وقصتها قصه بوحديتها. فاللي غادي نقول لك حبيبه ديالي، اول حاجه تعلمي ما تدخليش في الاعراض الناس وفي النوايا د الناس. ثاني حاجه تعلمي تكوني حقانيه وتوقفي فوق مع الحق، سواء كان اللي ظالم من جهتك ولا من جهه واحد اخر. انتي ما كنتيش غادي تقبلي ديك الكلمه على نفسك، فاكيد هي من حقها ما تقبلهاش على نفسها. واليوم اذا انتينا ماشي مطلقه، ممكن غدا تجور عليك الايام وتصبحين مطلقه، كل شيء قريب عند الله. اخر حاجه موجهه للبنت اللي مهندسه وعامين باش خدمات وجابعات 18 مليون و2251 درهم و78 فرنك. هز الصباط ديالك اختي، عملو تحت باطك وجري ما تضرش وراك. خليولي رايكم في التعليقات.